ايه اللي تم معاك بعد الواقعه دي؟ تم القبض عليك؟ طبعا هم اعتقلوني. بقيت السلطات العراقيه ولا الامريكيه؟ والله يا ريت الامريكيه. يا رجل لو كنت ضربت من قبل القوات الامريكيه احمل هذا النص شجاعه طول عمري، وسام شرف. ولكن وظلم ذوي القربى اشد مضاضه. صحيح. حينما يضربني او طبعا هم ليس عراقيين بطبيعه الحال، وليس الجيش العراقي والامن العراقي، هم ابناء واخوه وابناء اخوه نور المالكي رئيس الوزراء. عائلته المقربه هم حمايته الشخصيه، فكانوا يعني يتفننون في التعذيب. وهذا ينعكس ليس على منتظر الزيدي، منتظر الزيدي قضيته امام العالم كله، الراي العام العالمي كله في الكره الارضيه جرى كسر انفي واسناني وقدمي وجلد وكهرباء. طيب ماذا يجري في السجون السريه للمالكي وغيره؟ كيف يتم التعامل مع الابرياء الذين يوضع بهم في السجن؟ بس ده غريب، لانه ده برضه نوع من انواع الحمق والغباء سواء الامريكي او من المالكي ورجاله وقتها، لان في النهايه انت تحولت بعد هذا الحذاء وبعد القبض عليك الى شخصيه راي عام، يعني قضيه راي عام تهم الناس، والاعلام الغربي والاعلام العربي اكيد هيتابع، ومع ذلك عذبوك وتفننوا في وسائل القمع والتعذيب. طيب كيف بالمواطن المسكين الذي يقبض عليه في الشارع والذي لا نعرف عنه شيئا؟ طبعا عندنا آلاف. أنا عندي مؤسسة إنسانية لإغاثة ضحايا الاحتلال الأمريكي، لدي توثيقات بعشرات الألوف لحالات حتى تصل إلى الاغتصاب. صحيح. قتل، ضرب، جلد، اغتصاب، إهانة. كنت في أنهي سجن؟ أنا كنت في 3 أشهر في ما يسمى، أنا أسميها المنطقة القذراء، المنطقة الخضراء، ومن ثم حولت إلى سجن آخر هو سجن الاستخبارات المركزية العراقي. بقيت معتقل فيه بقية المدة 3 سنوات. لا أنا هي 3 سنوات، ولكن المحامي أو المحامين لجنة التي رفعت عني حولتها إلى سنة. من 3 سنوات إلى سنة. ممتاز. والحمد لله. الحمد لله. كان تعاملك جوه السجن عامل ازاي؟ برضه كان في تعذيب؟ كان طبعا 3 شهور أنا لا أرى النور. ده في 3 شهور الأولى؟ اي نعم. كنت معتقل في المنطقة الخضراء في زنزانة تابعة لاستخبارات مكتب القائد العام للقوات المسلحة. الله أكبر. حتى غيروا اسمي إلى رقم 8، فكان لا ينادونني باسمي. رقم 8 خذ أكلك، رقم 8 خذ ميك. فحتى يعني مثل الحيوانات تحولت إلى رقم. أيوة طبعا العراقيين كلهم تحول أرقام. ولذلك ترى قتلانا أرقام للأسف، أحياءنا أرقام، سجنائنا أرقام، فضايحنا أرقام، سرقاتنا أرقام، كلها أرقام. الآن 650 مليار دولار عراقي الأخ نور المالكي ذهب بهذه الأموال لا نعرف أين، ولا أحد يستطيع محاسبتها. 650 مليار دولار عراقي. أصور بغداد، أنا منفي من بغداد مجبرا بسبب مضايقاتها بعد الحادث. أصور بغداد من مكان علن، أرى بغداد وكأنها سنة 1982. لا يوجد بناء واحد. طب أنا تركت القاهرة عام 2008 نهاية شهر يناير، شهر الواحد. جيت لم أعرف طريق اسكندرية الصحراوي، ما عرفته، مباني وكذا وكذا. يقول لي شباب هذا إيه بعدك. بينما أذهب إلى بغداد أذهب إلى العراق هو. بينما الفرق بين الصورتين، الصورة التي التقطتها قبل شهر والصورة التي في ذاكرتي من الثمانينات، أن المباني كانت جديدة، كانت نظيفة، كانت عامرة. صحيح.